ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم معايا في قناه يويو مجدي هاند ميد وطريقه جديده وشنطه جديده للخرز. بس المره دي شنطه من الخرز الخشب. تاني فيديو لينا في الخرز الخشب بشكل مختلف وطريقه حلوه قوي وسهله جدا ان انتوا تقدروا تنفذوها باي نوع خرز تاني. وفكره ان احنا نعمل حلقات سداسيه او وحده سداسيه بكل تفاصيلها. تعالوا معانا يلا نبدا مع بعض، وهنجيب كيلو نص كيلو بس من الخرز الخشب وهنبدا اشتغل. هنحتاج زي ما قلنا نص كيلو بس من الخرز الخشب، ده مقاس يعتبر 10. وهناخد معانا هنا الخيط المرة دي طبعا انتوا شايفين فتحات الخرز هنا كبيرة، فالخيط اللي هنستخدمه هيبقى 60 ملي او 70 ملي، الاتنين متاحين او الاتنين نقدر نستخدمهم مع مقاس الخرز ده. وكل اللي احنا هنبدأه ان احنا زي ما احنا متعودين المرة دي الشنطة مش هتحتاج معانا اي اكسسوري تانية اضافية، يعني هتبقى تكلفة الخيط والخشب بس. وهنقص قطعة من الخيط وهنبدأ نعمل الوحدة الأساسية بتاعتنا. وهنا الوحدة الأساسية بالنسبة لي من 6 خرزات مش 4 زي ما احنا متعودين. فهبدأ أول وحدة اللي المرة دي بتتكون من 6 خرزات مش 4 زي ما احنا متعودين. فهنحط ال6 خرزات وكالعادة بنوصلهم لمنتصف الخيط، وهنبدأ نقفل الوحدة بتاعتنا زي ما احنا متعودين بشغل العقد، واللي بقينا خلاص بنستخدمه بشكل أساسي في كل الشنط اللي احنا بنشتغلها. نعدي طرف الخيط من الحلقة اللي احنا كوناها في الخرزة التانية بالشكل ده علشان يتشد معانا عقدة داخلية جوه الخرزة، ونتأكد ان العقدة تبقى في منتصف الخرزة. ده كده الشكل الوحدة الأولانية معانا. طيب هنزود ازاي؟ زي ما احنا متعودين اخر خرزة هي بداية الخرزة للوحدة الجديدة، يعني انا معايا واحدة ومحتاجة اضيف 5. ال5 هضيفهم ازاي؟ هيبقى 2 في طرف، والطرف التاني هنضيف فيه 2، والتالتة اللي احنا هنقفل فيها اللي هي بتعتبر الخرزة ال5، او لو هنحسب الخرزة اللي تحت معاها تبقى كده الخرزة رقم 6 بالشكل ده. نعدي طرف الخيط التاني ونشد الخيط كده تكون معايا تاني واحدة. هنكمل بنفس الطريقة، هاخد طرف خيط واحط فيه خرزتين، والطرف التاني بحط فيه 3، والتالتة بقفل فيها بان انا برجع الخيط في نفس الخرزة تاني مع الحفاظ على حلقة اللي هي جزء من الخيط في ايديا، يعني ان انا اقدر اعدي منها طرف الخيط التاني زي ما انتوا شايفين كده. طب بنعمل كده ليه؟ وده ممكن يغيبنا في وقت شغل الشنطة. بنعمل ده عشان يدي متانة للشنطة والغرز ما تتفكش كلها لو صدفت انه اتقطع واحدة منها. طيب هنكمل ازاي بعد كده؟ هنكمل بنفس النوع ده، ان انا عايزة اعمل عرض معين عشان اوريكم الشنطة اللي احنا هنعملها على جزئين. فهعمل الجزء ده واجي على الوحدة الاخرانية وهشتغلها معاكم هنا. اشتغلت 10 وحدات وهشتغل رقم 11 معاكم او اللي هي الوحدة الفردية، ونركز ان احنا هنبقى عاملين على الزوجي، وواحدة هتبقى الوحدة الفردية اللي هبدأ فيها ارتفع لفوق، لان الوحدة الفردية دي هتبقى من جوانب الشنطة، بس هناخد مع بعض كده خطوة خطوة. المرة دي انا حطيت في الخيط اللي ناحيتي الخرز كله، يعني حطيت ال5 خرزات مرة واحدة، وهقفل في ال5 لفوق بالشكل ده واشد العقدة بتاعتي، فهلاقي ان الخيط اتحول معايا لفوق. بس مش هينفع ان انا يبقى الخيط من خرزة واحدة، هندخله كمان من الخرزة اللي جنبه، لان الاتنين مع بعض اللي فوق بيمثلوا لي كأنهم خرزة واحدة. تمام، فاحنا نركز في النقطة دي ان هي مختلفة عن بتاعة الرباعية. طيب عايزة اتجه بقى من الشمال لليمين، نفس فكرة ما كنا شغالين عادي، بس المرة دي مختلف معانا في عدد الخرز. فاحنا المرة دي هنضيف على الاتنين 4 علشان تكمل الوحدة السداسية. هحط الخيط كده في الخرزة الرابعة ونشد نقفل الخيط بتاعنا بالشكل ده اهو، تكون معايا نفس شكل الوحدة بالظبط. طيب الخيط الجانبي هنعمل فيه ايه؟ كنا الاول بندخله في خرزة واحدة، دلوقتي لا، هندخله في الخرزتين زي ما قلنا، لان بالنسبة لي الخرزتين كأنهم واحدة.
وبالتالي انا معايا كده 3 خرزات، يبقى باقي ان انا اضيف 3 زيهم عشان اعمل الوحدة السداسية بتاعتي. وهنقفل في تالت واحدة اهو بالشكل ده كده. نكرر تاني الخيط اللي تحت هدخله في الخرزتين اللي عليهم الدور، والخيط اللي فوق هحط فيه ال3 اللي هيكملوا الوحدة بتاعتي. وبنكمل بقى بنفس النمط ده، ان انا ارتفع السطر بتاعي او اي عدد سطور انا عايزاها، بيكون الاختلاف بس في نهاية الدور او في نهاية الصف بتاعنا. فخلونا نشوفها مع بعض. وصلنا هنا لنهاية الصف، هعمله معاكم بس علشان بيبقى فيه اختلاف فيه برضو اتجاه الخيط اللي دايما اتفقنا عليه في اي فيديو احنا بنتعلمه، ان نشوف احنا محتاجين نتجه بأنهي خيط. فالمرة دي الخيط اللي تحت اللي ناحيتي او اللي هو على اليمين هو اللي بضيف فيه ال3 خرزات مش اللي فوق. وهبدأ ارجع طرف الخيط بقى من الخرزتين. خلاص احنا فهمنا القصة دي. واعمل العقدة بتاعتي، وبالتالي هلاقي ان الخيط اتوجه معايا لفوق الدور التالت اللي المفروض هنشتغله. وبرده نفس الكلام، انا كده عندي خرزتين، فهبدأ احط 4 خرزات علشان اتجه الدور بتاعي من اليمين للشمال. فهحط الخرز كله في الخيط اللي على اليمين معايا، يعني عكس خالص ما كنا بنشتغل من الناحية التانية. كل ناحية بنشتغل من ناحيتها. هنكمل بنفس الطريقة. وطبعا انتوا عارفين عندنا الفيديوهات التعليمية بتاعة وصل الخيط، هكمل عدد من الادوار وارجع لكم تاني عشان تشوفوا ايه الجزء التاني اللي احنا هنعمله. قسنا القطعة بتاعتنا وعملنا حوالي هنا 9 ادوار، وهنبدأ في الشغل اللي فيه اختلاف هبدأ اشتغله معاكم، وهو شغل تناقصي. تناقصي ازاي؟ يعني هبدأ من تاني وحدة ان انا هطلع بشكل زي مثلث كده علشان اعمل جوانب الشنطة. فاحنا الفيديو المرة دي فيه تفاصيل كتير، هيبان لكم فكرة وتركيب الشنطة في الاخر خالص واحنا بنركبها على بعضها. طبعا انا هنا حبيت اطول الخيط علشان نعمل جزء تناقصي مرة واحدة. وهبدأ اخد الخيط اللي معايا على الشمال وارتفع ارتفاع دور جديد زي ما احنا متعودين خالص. هي الفكرة الاختلاف هنا بس ان انا بدأت من تاني واحدة مش من اول واحدة. والنهاية بنفس الكلام، انا مش هنهي في اخر واحدة، انا هنهي في الوحدة اللي قبلها. بس خلونا نمشي مع بعض خطوة خطوة. وهنقفل هنا اول واحدة بالشكل ده، وهنمشي طريقة شغلنا العادية خالص، ان انا ادخل الخيط في الخرزتين اللي عليهم الدور تحت، وبعد كده الخيط اللي فوق هضيف عليه 3 خرزات. وزي ما احنا متعودين بنقفل في تالت واحدة، يعني يعتبر ارتفاع دور عادي زي الادوار العادية اللي احنا اشتغلناها قبل كده. وهكمل زي ما قلت لكم لحد الوحدة اللي قبل الاخيرة هنا، وهنرجع مع بعض نشتغلها لسبب بسيط، ان انا عايزة الدور اللي بعده يكون برضو تناقصي، فبالتالي هغير في اتجاه الخيط. فهعمل ايه المرة دي؟ ركزوا في الحتة دي كويس، ان انا هاخد الخيط اللي على اليمين معايا هحط فيه ال3 خرزات بس. المرة دي مش هعقد ولا حاجة، انا هدخل الخيط وعايزة الفه ان هو يطلع من الناحية التانية، او لو انا عايزة اعقده هعقده عادي، وهنلف دايرة كاملة. طبعا اللي هيفهم معايا النقطة دي برضو اللي شافوا معايا فيديوهات طريقة ان احنا الشكل التناقصي بنعمله ازاي، فانا هعمله اهو بالطريقة اللي احنا معتادينها من غير القفل عشان ما نلفش بالخيط كتير. انا هدخل الخيط هنا دايركت في الخرزة اللي عليها الدور هنا من غير عقد عشان ما تبقاش صعبة عليكم، وهبدأ اعديها في الوحدة اللي جنبها داير ما يدور الخرز. يعني عدينا من الخرزتين اللي تحت، وهعدي من الخرزة الجانبية بالشكل ده، واشد الخيط واشد الوحدة بتاعتي
وبعدها كمان هعديها من الخرزتين اللي فوق، ان الخيط هجيبه عكس بعضه زي ما كان هيبقى طالع من الوحدة اللي عليها الدور. فهشد الخيط ده كويس، والخيط اللي معايا على اليمين هدخله في الخرزتين دول. هنلاقي ان الخيط اتحول معايا وطالع زي ما بيطلع من اي وحدة، ان المفروض بيبقى طالع خيطين عكس بعض، هلاقي ان هو اتحول والخيطين طالعين عكس بعض من الوحدة التانية مش الاولانية. وهنا دي كده انا بدأت دور جديد بشكل تناقصي برضو زي الدور اللي فات. فهبدأ اشتغل على تاني وحدة زي ما انتوا شايفين كده، وهبدأ ارتفع السطر الجديد بتاعي عادي بالشكل ده اهو. احنا متعودين بداية دور يعني 4 خرزات، وبقفل في الخرزة الرابعة وبشد الخيط من العقدة اللي احنا مكونينها بالشكل ده، وهبدأ اتجه من اليمين للشمال. شايفين الفكرة؟ وهبدأ بقى نفس الكلام، الخيط اللي تحت انا هعديه من الخرزتين اللي عليهم الدور بالشكل ده، والخيط اللي فوق هحط فيه 3 خرزات، وهكذا زي اي دور بقى احنا اشتغلناه. يبقى الفكرة كلها في ان احنا نبدأ البداية صح ونقفل النهاية برضو صح، بحيث يبقى الادوار عندي شبه بعضها او بالطريقة التناقصية اللي انا عايزاها. وبرضو عشان فكرة التناقص كنا عاملين فيديو منفصل، لو حابين قولولي بس في الكومنتات تحت وهحطها لكم عشان تشوفوا الطريقة تاني. هبدأ اعمل كده لحد ما ادخل خالص للنص جوه تناقص في كل دور. نفس اهوت ده كده وصلنا اهو ان احنا عملنا تناقص لحد ما وصلنا 3 وحدات، وسايبينها علشان حسب ما انتوا هتحبوا او حسب ما هنشتغل ان احنا بعد كده نعمل تناقص لحد الوحدة اللي في النص او لا. وجهزنا القطعتين بنفس الحجم بنفس الترتيب. طيب هنشتغلها ازاي بقى؟ كل ده اللي احنا لسه ما بلناش شكل الشنطة. دي الفكرة بقى في ان انا كنت بقول لكم ان احنا عاملين 10 وحدات، وال11 دي العدد الفردي بتاعي، ان انا هتنيها بالشكل ده نصين هيبقوا قدام بعض، وهعمل تقفيلة في النص حسب ما انتوا حابين. عايزين تعملوا التقفيلة ان هي سداسية مفيش مشكلة، بس انا حبيت اعملها شكل مختلف، وحبيت ان انا اعملها زي وحدة رباعية، ان هي اللي هياخد باله هتدي منظر مختلف شوية في النص. فانا لو هعملها وحدة رباعية هعمل ايه؟ بقص الخيط وهدخل طرفه من ناحية، وهنبقى حاطين خرزة في النص، وندخل طرف الخيط من الناحية التانية واشد كويس، واحط بعد كده الخرزة الرابعة بتاعتي. طبعا زي ما قلت لكم لو حابين عايزينها سداسية يبقى نحط تحت خرزتين، وهاجي اقفل فوق هقفل في خرزتين. هبدأ بنفس بقى الفكرة دي اكمل الادوار اللي فوقيها من قدام ومن ورا. فانا هكمل الجزء اللي قدام، انا هدخل كل خيط في الخرزة اللي قدامه يمين وشمال، وابدأ احط الخرزة الرابعة من فوق اقفل فيها اهو بالشكل ده كده بس. وبنكمل بقى بنفس النمط زي ما قلت لكم وورا كمان، وبعد ما نقفلها هنشوف ان احنا نركب اليد بتاعتها. ده كده الشكل النهائي اهو. هنعمل كمان الارضيه هنا عشان نعملها عريضه، بما ان عندنا هنا يعتبر 3 خرزات وفوق 3 خرزات، نقدر نقسمهم ان هما يبقوا وحدتين قصاد بعض علشان يديني عرض للارضيه بتاعتي. فهنشوف مع بعض كده، هوريكم بعض الوحدات. في الاول ان انا هدخل بالخيط في اول 3 خرزات، ان هو خرزة جانبية وخرزتين جنبهم لتحت، فده زي ارتفاع السطر العادي. بدخل طرف الخيط وابدأ اوصل الخيط، واخد الخيط اللي على الشمال معايا وهضيف فيه 3 خرزات كأني ماشية ارتفاع جانبي عادي في اي دور احنا كنا بنبقى ماشيين فيه. وابدأ اقفل في الخرزة الثالثة، ونبدأ نقفل في الخرزة الثالثة بالشكل ده او هيتكون عندي اول وحدة تحت. وهبدأ امشي
كأن الدور الجنب اللي معايا ده دور، ده كأنه دور عادي خالص. هدخل في الخرزتين اللي عليهم الدور والخيط اللي فوق هحط فيه التلاتة اللي يكملوا ايه الشكل السداسي بتاعي. هنا برضو لو بدأتوا البداية في تقفيل القاعدة مظبوط الدنيا بتظبط معاكم للآخر. لو خدتوا الخرز مش مظبط هتلاقوا الشنطة بتبقى معوجة منكم او تبقى مش مظبطة او مش واقفة مظبوط. هنا بقى وصلنا للنص اللي انا عاملاه رباعي، فهكمل عليه بوحدة رباعية عادي خالص. يعني زي ما قلت لكم هتكملوا سداسي فكله هيبقى شكل واحد معاكم سداسي. هتكملوا زي ما انا عملت، ان انا عملت اختلاف يبقى فوق الوحدة الرباعية وحدة رباعية زيها علشان ما يحصلش لخبطة ولا يحصل انه تبقى الوحدة مش قد الوحدة اللي تحتيها وهكذا. اهو بالشكل ده. وهبدأ اكمل بقى بقية سطري عادي. جينا هنا اهو نهاية السطر. هتلاحظوا ان انا لما هدخل هنا هيبقوا كأن معايا 4 خرزات، ان انا عندي خرزة الجنب بتاعي هتتعد مع التلاتة اللي انا معدية منهم الخيط، فهيبقى كده 4. يعني انا هحط بس خرزتين المرة دي عشان اقفل السطر. فهدخل هنا من الخرزة الجانبية معايا وهبدأ احط الخرزتين اللي عليهم الدور ونقفل فيهم. هنغير بس الخرزة دي ندخل في الخرزة التانية كمان بالشكل ده. ومعايا الحلقة بتاعتي نشد منها طرف الخيط التاني وبالشكل ده يبقى خلصنا الدور. هنرتفع الدور الجديد. الدور الجديد هيبقى سهل جدا، انتوا شايفين اهو 2 قصاد 2 ومعايا الخرزة الجانبية. يعني اوريدي هيبقى معايا ال5 خرزات، مجرد ان انا بعدي بس الخيط منهم، هعدي من بتاعة الجنب والخرزتين اللي فوق، فهيبقى باقي ان انا اضيف الخرزة الستة فقط لا غير. والدور ده هيبقى ماشي كله كده، يعني الخيطين هيبقوا طالعين فوق وتحت من الخرزتين اللي فوق واللي تحت قصاد بعض، وبيبقى معايا الخرزة الاولانية يعني معايا 5 وبقفل دايما في الخرزة الست. عدينا الخيط اهو اخيرا ونحط ايه الخرزة اللي باقية ونقفل فيها بالشكل ده ونشد الخيط. وشايفين الوحدة اتكونت عندي. كل اللي جاي بقى زي ما بقوله كده 2 قصاد 2 واقفل بواحدة لحد نهاية السطر. وكده يبقى احنا خلصنا الجسم الاساسي للشنطة، مش باقي غير اليد. انا بالنسبة لي هنا اليد هشتغل على الوحدة اللي في النص او اللي هي الجانبية. زي ما قلت لكم احنا حولنا بقى الخيط على انه نرتفع في اخر تناقص بالنسبة لنا اللي هي الوحدة اللي في النص، وكل اللي هنعمله فوقيها ان احنا هنرتفع بنفس طريقة ارتفاعنا اول سطر خالص. لو انتوا فاكرين اول الفيديو مع كنا بنعمل الوحدات السداسية هعملها على نفس الطريقة اليد بتاعتنا. فانا اوريدي الخيط معايا وطالع من خرزتين، او لو هتقصوا خيط جديد هتطلعوه من الخرزتين اللي في النص. وهنبدأ نحط بقى خرزة يمين وخرزة شمال ونقفل في الخرزتين اللي فوق كده. انا حبيت اعملها قصادكم عشان تبقوا شايفين الشكل هيكون ازاي. بصوا كده الوحدة السداسية هتبقى بالشكل ده اهو، ان انا بادئه تحت بخرزتين فيبقى قصادها خرزتين ويمين وشمال بضيف خرزة واحدة. هنكرر مع بعض تاني، خرزة في اليمين وخرزة في الشمال ونبدأ نقفل في خرزتين بالشكل ده. ونقدر بقى نفضل نرتفع بالارتفاع اللي احنا عايزينه بطول اليد اللي احنا عايزينها، سواء من ناحيتي او من ناحيتي، ونوصلهم ببعض. مفيش بقى مشكلة خالص، الوصل هيكون سهل. هنا هنعديها بس من خرزتين مظبوط
ونقفل العقدة بتاعتنا كويس. اهو ما ننساش ان العقدة والتقفيل بتاعنا في الخرزتين اللي فوق مش في الخرزة الجانبية. اهو بالشكل ده. هفضل اكمل بقى طول اليد اللي انا عايزاه، او لو عايزه اعملها منفصله مفيش مشكله، هنعملها بنفس النمط ده ونركبها بحلقات اللي هي سهله الفتح. وهوريكم بقى الشكل. ضفنا كمان تقفيله. ده كان الشكل النهائي. ضفنا في القطعه اللي في النص حطينا فيها 3 صفوف من الخرز، وكان ده الشكل النهائي بتاعها.